فلا راح عنبر للعبان نفس، تثرم لي حبة واحدة من الطماطة تثرمها خشن. راح نضيف كرفة من المعدنوس، كرفة من الكرفس. راح نضيف طابوق أحمر مطحون، طبعا نضيف 4 معالق أو 3 معالق حسب الرغبة. هنا أنا فلاح شخص عصبي وما يتحكى، طبعا ما يطلع عمال العوالم الساعدة أول ياكل يمه يقول لك اخدم روحك بروحك. هنا نضيف لي 10 معالق بوتيتا مسلوقة، نضيف 3 معالق مي هريسة، نخبطهن ونجانسهن لحد ما يصير لون واحد ويطلع الشكل جميل. طبعا لاحظ نظافة الجوانح، نظافة الفلاح. هنا الأجهزة عندنا راح نضيف كوكتيل حبوب، طبعا هذا مكونة من حمص، فاصوليا، عدس، فستق، أي شيء عندك يابس حط. راح نضيف ملعقة أو كرفة كرفس. هنا راح نضيف تبولة، طبعا تبولة تحسسك إنه أنت عايش ببلاد الشام. نضيف 3 معالق فقط. راح نضيف التوابل، طبعا التوابل مكونة من 4 معالق من الملح. طبعا الملح هنا بفوائد هواية، اللي هو راح ينمك بابن النفيس، عبارة عن انسداد الشرايين، صار لك الضغط، يسبب لك جلطة. نضيف لي 3 ملاعق من القهوة، ملعقتين من دهن السيارات، طبعا الدهن هذا دهن فوكس تشتريه من أقرب في تريمكم. هنا ملعقة مي هريسة. راح نضيف ليمونة كاملة تعصر لي قهوة. هنا راح نخبطهن، طبعا هنا تحسه بدا يخبط، تحسه بفورستيرن ما يتريله. طبعا هذه طريقة الخبط، لاحظ التجانس. طبعا ما جلست عندنا الأكلة، صارت جواز للتقديم. لاحظت هذا بالقميص الأزرق، طبعا هذا صار عنده ضغط وصراحة أتوقع حيعمى.